السلام عليكم. قبل البدء فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. يعيش المواطنون بولاية عين الدفلة في الساعات الأخيرة لحظات رعب كبيرة بعدما تعالت أصوات الأسلحة بين رجال الجيش الوطني الشعبي ومجموعة مسلحة في إحدى الطرقات بين العبادية والعطاف. وقالت العديد من الصفحات الناشطة على الفيسبوك أن مجموعة مسلحة دخلت في اشتباك كبير مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي، وتم القضاء على مجموعة من المجرمين ويبلغ عددهم حاليا 3 أشخاص. ولكن وللأسف ومن بين الضحايا مواطنون أبرياء كانوا في المكان والوقت الخطأ وسط الاشتباك، حيث عثر على مواطن جزائري كان مع زوجته في سيارة من نوع تويوتا وهو جثة هامدة، فيما نقلت الزوجة إلى العناية المركزة. العملية ما زالت متواصلة لحد الساعة في انتظار القبض على بقية المجرمين ونشر بيان رسمي من طرف وزارة الدفاع الوطني.